بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي عندنا فطار النهارده. ده بوري. مش عارفه السمك ده اسمه ايه. وبوري وشبار بلطي. وسمك تاني اهو، بس مش عارفه السمك ده اسمه ايه الصراحه. نسيته لان هو جوزي اللي جايبه من على الطريق. وهو جاي من جمصة، جاي من الشغل. فهقول لكم بقى الوقت هنعمل ايه. خليكم معايا. وان عجبكم الفيديو اعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقت احنا نضفنا البولتي اهو وحطينا عليه دقيق. وحطينا عليه ليمونتين عشان يتغسل بيه بعد ما غسلناه كتير. وحشنا الحاجات اللي تبقى في البطن السمرة دي. والوقت عشان الحاجة دي بتخلي ريحته حلوة وطعمه حلو. الوقت انتوا عارفين شوية البورة أظن، لأن عمتي خدته تشوفه. هذا الوقت البوري بعد ما اتغسل بتعملي. ده انا هعمله في صينية بصلصة. شرحناه اهو. مسكنا بالسكينة كده، فتحناه من الظهر، من الجهة دي ومن الجهة دي. اهو. السمك ده صابح معلهوش تلج ما شاء الله. كان طعمه زي السكر. ال هنقليه بقى ونحمله في صينية واوريكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الصلاة على النبي. ده الوقت بقى هنقلي بقى. ما بتعملوش حشو لانه يتعمل في صلصة في صينية في الفرن. ال... بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله. السمك اللي هو اللي زي الشبار اللي هو الاحمر ده، انا مش عارفه اسمه ايه. عايزه افتكره. السمك ديت طعمه طعم الجمبري. طعم الجمبري، طعمه جميل. ده الوقت احنا بنبدر الدقيق اهو. كده الزيت سخن بقى نحط السمك. لو عجبكم الفيديو اتمنى ان تعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش بالكومنتات الحلوه. ربنا يخليكم لي يا رب. انا بحمره على العالي، مش بوطي على البوتاجاز اكنه هناكله برز، يعني بالمنظر بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. احنا بنقليه على العالي عشان عايزينه ياخد سويه في الصلصة. ماشي، حتى ما بيحمرش قوي. لونه مصفر وجميل كده. اهو. ما شاء الله. بتضري بقى براحتك كده. وتعالى اقول لكم هنعمل الصلصة ازاي. هم عايزين سمك بقى فاحنا كل سنة لازم نعمل العزومة بتاعت السمك دي. اهو نحط زيت بقى في الطبق اللي احنا هنحطه في الفرن، اللي هو الصينية الصغيرة دي. وهقول لكم هنعمل ايه. خرطي بقى 3 بصلات حلوين. واعملي فصين توم، ما تكترش توم. فصين توم حلوين كده. وتقومي مشوحاهم. يعني ما يتحمروش، شوحوهم يعني يدبلوا كده. ونقوم حاطين الصلصة، احنا مفرزين الصلصة.
اهو. عايزة تكتري اكتر من البصل بالثلاث بصلات كتري براحتك انت. نخرط الكمية كلها وجربوا بالطريقة دي هتعجبكم. حط بقى نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة. عايزة تحطي فلفل اسمر حطي. انا حطيت بردك سنة بسيطة. حطي ملح ابيض وكوباية مية. كل دي بتقوم بقى متقلة الصلصة كده وتبقى جميلة كده. على السمك خلص اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة التسابيح النهاردة يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. كده بقى نخرط التوم على ايدينا اهو، مرضتش ادقه في المدقة في الهون. بحب اخرطه على ايدي كده في بعض الاكلات. اهو معاكم اهو. ندي فكرة لبعضنا برضو. يعني انا بتعلم وانتوا بتتعلموا. كل واحد ياخد ايه فكرة عن التاني. كل بيت وله نظامه يا جماعة. نحط الصلصة بقى. جبتها اهو. كده السمك برضك خلص اهو. حمره كده جميل ازاي. احلى سمك اللي بيجي من جمصة وراس البر والاماكن اللي هي بتاع البحر الاحمر دي، ولا بيجي من البحر الاحمر برضه بيبقى سمك جميل. احلى سمك بيجي من على السواحل. ما شاء الله اهو لونه جميل ازاي. يعني كنت كده بسخن ميه. انا حطيت لكم الصلصه اهي. هنحط ميه بقى للباميه. انا مفرزه باميه. بس بقى ما بطبخهاش الا لما اقوم حاطه ميه وحطها تاخد ايه غلوه واحده في قلب الميه دي. الميه تسخن احطها. ولا اقول لكم استنوا هتشوفوا ما تستعجلوش. احلى باميه بالنظام ده والله. كان طعمها تحفه. رحت فين يا شوشو؟ بسم الله. كنت بجيب الباميه. والباميه اهي. حطوها بقى في قلب الميه السخنه. تاخد غلوه واحده. وتقوم حيشاها حطها في الصلصه. كده ديت بتاعت الصلصه بتاعت السمك اهي. بتاعت البلطي اهي.
بوريكم البامية صغنونة وجميلة. فكت اهي بقى، خدت تاخد الغلوة ومطفيها كده بقى. انا كنت اتفت عليها اهو، عشتها وصفتها وغسلت الحلة وهعمل فيها الصلصة. فصين توم وقرن فلفل اخضر وقرن شطيطة، احمر او اخضر او الاتنين مع بعض مفيش مشكلة. تقوم مقطعهم ومشوحهم مع التومة بقى اهي. بتخلي البامية دي في مكان تاني، بتخلي البامية في مكان تاني اهو. حط بقى حبة فلفل من دول وسيبها حبة للسم. البامية دي أكل البشوات، طعمها جميل ما شاء الله عليه. جبت صينية كمان عشان أحطهم في الفرن، لأن ما شاء الله السمك مش هيجي في ده كله. تشوح تشويحتين اهم. حط بقى الصلصة. يلا نحط السمك بقى اهو. حط السمك بقى كده كل 3 سمكات، لأن ما شاء الله السمك كبير، ما ينفعش تحط ايه على بعض اهو. والله ما كان في أطعم من كده، ما شاء الله كانت جميل. تلاقي حبة فلفل أسمر كنت نسيته، ولا لا، ده إن التوابل كلها ما حطيتهاش. فلفل أسمر ونص معلقة كزبرة وحبة كمون ومعلقة ملح، معلقة يعني مش ملانة أوي. وأقوم حاطة نص كوباية مية أو كوباية مية تبع الكمية اللي انت بتعمليه. عشان ايه؟ لو حطيتها وهي كده مش الصلصة مش هتيجي في السمكة كلها. الحبة المية دول هيخلوا الصلصة ايه، فيها مية طبعا ما بتغلي في الفرن هيقوم وتقوم ناشفة بقى. الصلصة بتنشف على السمكة بقى، بس بتكون ايه، شربت التخدية بتاعتها اهي. تاخد غلوها بقى تقوم شاربة الصلصة. ما شاء الله. مفيش اشطر منكم برضك يا ولاد والله. بس فكرة برضو، بناخد فكرة، بناخد نصايح من بعضين. اه ما شاء الله اهو. بالصلاة على النبي. حط بقى نحط بقى الايه، ال3 شبرات في التاني. بالصلاة على النبي. ما شاء الله. تمام اهو. ما شاء الله. تسلم ايدك يا شوشو. عسل. تسلم. تحط في الفرن بقى. أنا كنت نسيت الفلفل، قلت ما احط.
كده الصلصة كانت اتعملت اهي، فكت. نحط بقى البامية، تاخد لها بقى ايه غالي، ونحط لها بقى حبة فلفل اسمر وحبة ملح او دقة. الدقة يعني اللي هي عليها كمون وكزبرة وكلام من ده برضو. محطش للبامية بصل، توم، توم وفلفل اخضر وقرن حامي. حطيت لكم الفلفل اهو. سيبها بقى تشرب تتسبك بقى في بعضها كده، ونقلي ايه وهي بتغلي اهي. نعمل بقى الشبرة الحلوة دي، ولا مش عارفة السمك ده اسمه إيه، عرفوني السمك ده اسمه ايه، اللي يعرف اسمه يعرفني. انا جبته كذا نوبة برضو، بس والله ما اعرف اسمه ايه. ما رضتش افتح، فتحت بطن واحدة لقيتها واكلة جمبري. قلت لقيته نضيف يعني، ما رضتش افتح بطنه بقى، بس لقيته بحاله كده. ورجعت قصات يعني رجعت قصات الشراشيب بتاعته كده، اللي هو الديل والحاجات دي. بوريهولكم اهو. لان في حاجة اللي هي مش عارفة اسمها ايه، اللي هي الديل بتاعه طول كده، وفي حاجة ايه زي الخيط كده. بس السمك ده طعم الجمبري في بقك، بجد بجد يعني، ما شاء الله. كده بقى انا بحط زيت اهو عشان اعمل لكم رز صياديه. عملت رز صياديه ورز ابيض، اللي ما ياكلش كده رز صياديه ياكل رز ابيض، واللي مش عايز رز ابيض ياكل رز صياديه. نريح جميع الاطراف. انا بقول صح؟ ده كميه البصل اهي. كانت في حته جزره بتاعت السلطه وقعت في قلب البصل. البصل ده احنا هنكرمله بقى كده حمر كده، جزر برضو. لو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا له لايك، وتبعتوا له كومنت حلو كده، يستاهل بقكم الحلو ده، لان انا بفرح بالكومنتات الحلوه. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بالله عليكم تشجعوني. مهم. على فكره الكاميرا ظلمه اللون. لونه مش ما بحمرش حمار من اللي بالكوا فيه ده، لونه وردي. اهو. اللي ما اكلش السمك ده فاته نص عمره. كده البصل احمر معاكم اهو، اللون ده. هنجيب الميه بقى، حط الميه عليه، تاخد غلوة هيديكي نتيجة اللون اللي انت عايزاها بقى الحلوة دي. ماشي.
وتحطي عليه على المية دي نص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة. شفت والملح، شفت اللون عامل ازاي؟ احلى رز صيادية تاكليه بالطريقة دي. ما شاء الله. بالصلاة على النبي. شفت اللون؟ ولسه بقى اما الرز يشرب المية دي. ما شاء الله. اهو. دي بقى التملحة دي ما كنتش عملتها لسه للسمك المقلي. هنشق الرز شرب ميته اهو. ما شاء الله، شوفوا لونه جميل ازاي. لونه عسل وطعمه تحفة. الرز ده جميل. بالهنا لكل اللي كان لقم. بالهنا والعافية كل اللي كل من الأكل الحلو ده. كده ديت بقى شبت على كزبرة خضرة، على توم، وحبة ملح، ودقيهم في الهون أو في الكب. على فكرة الكبة بتاعتي اتحرقت الحمد لله. وحطي كمون وكزبرة وشطة وملح اهو، وعصور ليمونتين حلوين. وحطي بقى قيمة معلقتين خل أو 3، ومقلبة كله في بعضه، وحطها على السمك المقلي اللي أنا قليه قدامكم دلوقتي. ماشي. وحبة خل. قلبة بقى كل الحاجات الحلوة دي اللي أنا عملتها قدامكم دي، ومحطها على السمك المقلي. كانت طعمه جميل، جربوا بالطريقة دي وهيعجبكم والله. يعني اهو السمك اهو. ما شاء الله. ملحي بقى. احنا غاسلين ايدينا على فكرة. الحوض جرنا وكل دقيقة في المية. اهو. اهو بالطريقة دي. كده بقى ما كانش على المغرب حاجة، احنا الوقت خدنا لان انا بادئه متأخر اصلا. عملت طعمية وبطاطس مقلية. دي طعمية من اللي انا كنت عاملاها في اول رمضان، اللي انا عاملاها في اول قبل رمضان دي. وده الاكل طعمية بعد ما عسلة. غرفنا اهو بقى بالشكل ده البوري. وده الشبار اللي هو في صلصة. وده السمك اللي انا مش عارفة اسمه، اللي يعرفه يعرفني. ده رز صيادية.